انا عاوز اتكلم فيه في انه احنا موضوع انه بداية تشويه اقباط المهجر، او مش بداية تشويه اقباط المهجر، اللي كان بيعمله امن الدولة في نظام مبارك في تصدير اسامي معينة مع الاحترام لهذه الاسامي، ان هي دي تكون ممثلة اقباط المهجر، يتم تشويه هذه الاسامي فيتم تخوين الاقباط في الخارج عموما وتكبير الاحداث. مين قال انه اقباط المهجر هم اللي بينتجوا؟ وفين ده؟ تاني حاجة، انا اقباط المهجر والناس اللي بتشوفني دلوقتي اقباط المهجر، فانت ما تجمعليش المنشطات ويؤسفني انه يكون كاتب يحمل اسم مسيحي ويجمع برضه يعني حتى لو في اسم اذكر الاسم ده، لكن ما تجمعليش اقباط المهجر. انا اقباط مهجر وما عملتش. مين اللي يعني انا مش عارف، هل فكره ان احنا نخلص من جمال اسعد نطلع من حد تاني؟ اشجب الحدث، وانا بشجب الحدث يا عم، انا برفضه ماشي وضد الاساءه لاي دين، بس ما تلزقهاش فيا يعني عشان انت تاخد تحيه، وما نجيش ونولعها دلوقتي وبتاع. هات لي اسم من كذا وكذا 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 واتصل بالناس ديت، وخصوصا ان الكاتب اللي كاتب الكلام دوت يعرف موريس صادق ويعرف عصمت سقا، لما ما تتصل بيهم، ما انت معاك تليفوناتهم يعني وليك علاقات بيهم، اتصل وتأكد يعني. برضو من وكالة الشرق الأوسط للأخبار، استنكر القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في تصريحات اليوم عن موضوع الفيلم الذي ينتج ضد الرسول الكريم، وبيقولوا برضو بيرفض يعني أن يشارك في إنتاج الفيلم عدد من أقباط المهجر. أنا عاوز أقف عند النقطة دي، مجنناني يعني. مين دول؟ وحددهم لي بالاسم. وأنا يعني أحكي لكم على حاجة، يعني كنت ليه أنا متضايق من الموضوع ده. أفتكر وأنا في إعدادي أو في ثانوي كنت أقعد أسمع مع والدي الأخبار وبرامج السياسة وكده، وأنا مسيحي كنت أكره أقباط المهجر دول أوي. كنت بتفرج على التلفزيون المصري لسه، ومين أقباط المهجر دول والخونة وي. فأنا كانت متصدرة لي، أنا واحد من الناس اللي كانت متصدرة لي إنه أقباط المهجر دول ناس يعني ما بيحبوش مصر وبيكرهوا مصر وبيكرهوا أي حاجة فيها خير لمصر، وأي حاجة في مصر هي سببها ولود الذين اللي اسمهم أقباط المهجر. أنا وأنا في إعدادي وثانوي كنت مقتنع بده من اللي كان بيقولوا الإعلام. فأنا غيظاني جدا فكرة إنه أقباط المهجر عملوا كذا، وإنك تصدر لي أشخاص بعينها إن هم عملوا كده، وتحط الأشخاص دي في إن هم دول ممثلين أقباط المهجر. إحنا لما بنيجي نتكلم عن الإسلام السياسي بنتكلم يا إما حزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين، يا إما حزب النور، وبنحدد. وأي حد بيكتب يقول لك صرح فلان الفلاني جماعة الإخوان المسلمين، فأنت حدد لي. المصيبة أكبر لما تيجي من واحد أنت تبقى عارف إن هو على علاقة بالناس دي، بس يعيش في دور الوطنية، أو يبقى يعيش في دور إنه الكلمتين دول هيعلوا رصيدي. الشخص اللي كاتب ده تبقى متأكد جدا إنه ده بيقعد مع ده يشربوا حاجة ساقعة ويشيشوا، ولا يعني يهزروا في الحتة الفلانية، بس على الورق هو عايش في دور المناضل العظيم. بعد إذنكم يا جماعة، عاوزين ما نخلطش ما بين سامي بعينها وما بين أقباط المهجر ككل. مش كل حاجة أو مش كل واحد عاوز ياخد بونت عند الجماعة اللي بتحكم يلزق فينا كأقباط مهجر إنه إحنا اللهو الخفي، أو يطلعونا إحنا الطرف الثالث بقى اللي كان بيعمل الحوادث دي كلها.
ويدي كده على طبق من فضه تجار الدين من جماعه الاخوان المسلمين ومن حزب الحريه والعداله، انه خدوا هم تجار الطرف الثالث والوحشين بتوع اقباط المهجر هيولعوا في مصر فالحقوا. نبقى محددين شويه ونراعي ضميرنا شويه، نبقى اصحاب مبادئ شويه، نحس على دمنا شويتين. الموضوع ده مهم بالنسبه لي جدا، لان انا واحد من الناس اللي كانوا فاكرين اقباط المهجر وانا لسه صغير في بدايه حياتي، كنت فاكر اقباط المهجر دول سبب اي حاجه وحشه في مصر. الصراحه انا كنت قاعد قدام التلفزيون المصري، والدي الله يرحمه نفسه كان يجي يشرح لي: يا ابني لا ما تصدقش كل حاجه، لا ده التلفزيون قال، ده الحكومه قالت. الله، فاكيد هم وحشين. فلا، في شباب واجيال صغيره في مصر دلوقتي بيحصل معاها نفس الحكايه. فبعد اذنكم، انا ضد الفيلم وضد منتجيه، وانا مش عارف مين منتجيه اصلا الصراحه، بس ضده، لان انا عن نفسي ما اقبلش اي فيلم يسيء للمسيحيه، فما لا اقبله لنفسي لا اقبله على غيري. فبالنسبه لي انا كل واحد اي فيلم بيسيء لاي دين مرفوض، بس مش تحت اطار حريه التعبير، دي حاجه كده يعني، عشان بس يبقى واضحين ومنظمين، ما يقولكش ان هو بيدافع. لا، فيلم غلط، انا مش عارف الفيلم اصلا يعني، ولو بيسيء لاي دين ايا ما كان، اسلام، يهوديه، مسيحيه، بوذيه، مرفوض، لانك لما بتخش في معتقدات الاخر بتكره الاخر فيك وتشعل الدنيا. فالمفروض زي ما بنتكلم في دوله مدنيه ما ندخلش في معتقدات حد. اي حد عاوز يعمل فيلم عن دينه هو يشرحه، لكن ما يعملش فيلم ينقد الدين الاخر. دي ثابته. خلصنا من موضوع الفيلم. في موضوع بقى الصحافه اللي مجنناني، والصحفيين اللي كل واحد عاوز، مش كل الصحفيين برضو، الصحفي المعين اللي كاتب الخبر ده عشان السهم بتاعه يعلى وبياخد فلوس من الطرفين، يضرب في اقباط المهجر عموما. ما عنديش اي كلام ومش عارف اقول ايه. كل اللي احب اقوله، يا ريت يكون عندنا ضمير، يا ريت يكون في مبدأ نمشي عليه، يا ريت يكون في حاجه اسمها مبدأ، يكون في مبادئ، ما نبصش على مصلحتنا الشخصيه. حدد لي مين، وخصوصا ان انت عندك اتصالاتك مع الناس دي. انا عارف ان انت عندك اتصالات حلوه كاصدقاء ليك مع الناس دي، فما تخبطش عاطل في باطل. وكان التلفزيون السوري علق على